الأسباب التي كانت وراء عدم تحقيق الوداد المغربي الإنجاز. ربيع، تحدث أستاذ محمد ميغودي عن عديد الأسباب ممكن تخل نسبيا في بعض الأمور الفنية، خاصة تغييرات فاندر بروك، ولكن أعتقد أنه حتى الفكرة اللي لعب بها فاندر بروك لم تكن فكرة ناجحة. أنك ترفض اللعب في المغرب الحقيقة صعب جدا أنك تحقق الانتصار وتحقق الفوز بلقب بتلك الكيفية إن صح التعبير، لأنه عكس ما شاهدنا الوداد في المباريات السابقة لما يكون في المغرب بالأساس. يعني أريد أن أبدأ بأنه دائما أقول مقولة: لما تواجه الأهلي يجب أن تكون في يوم مثالي، معناه بدون أخطاء دفاعية وتكون أكثر واقعية على مستوى تجسيم الأهداف. ما فعله الوداد البيضاوي لغاية تسجيل الهدف، وخاصة على مستوى البحث عن الحلول الهجومية، كان فقط من كرة ثابتة وليست من كرة ملعوبة. وبهذا اتفق معك لما تقول أن الوداد البيضاوي رفض اللعب من الناحية الهجومية. على فكرة نفس الشيء في مباراة ميلودي سان داونز. أنا صراحة فاندر بروك نصف النهائي والنهائي بنفس الكيفية في المغرب. لا، لكن على مستوى الحلول الهجومية كانت هناك حالتين في الشوط الأول بمرتدات، وكانت في الشوط الثاني تقريبا حالتين أو 3 حالات. لما نشاهد اليوم الحلول التي بحث عنها في الآخر هي الكرات المباشرة والكرات الطويلة، وكانت 3 ضربات خطأ، الكرة الثالثة جاء منها هدف. باقي اللعب أو باقي عمليات الانتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ولا واحدة نجحت. وبالتالي أعتقد بأن فريق الوداد البيضاوي على المستوى الدفاعي، على مستوى الحضور، نجح في إيقاف فريق الأهلي، نجح في إخراج لاعبي الأهلي في الشوط الأول والنرفزة الواضحة اللي كانت خاصة على حمدي فتحي وحسين الشحات. لكن أقول بأنه لم يستغل تلك الفترة اللي المفروض كان عليه أن يعاقب فريق الأهلي، بمعنى بالجودة الفنية التي كانت غائبة تماما. وحتى شاهدنا بعض اللاعبين وخاصة في الجهة اليمنى، كان جبران يريد أن يلعب بالكعب، كان أناجم يريد أن يلعب بالكعب، حتى سامبو كان يريد أن يلعب بالكعب. يعني 3 حالات لا زالت أمامي، لا أعرف لماذا أنه في وضعيات سهلة ممكن أن يلعب بالكرة السهلة يلعبون يعني التمريرات بالكعب. على مستوى الشوط الثاني وقبل التوقف كان عندي إحساس وكأنه لاعب فريق الوداد البيضاوي اطمأنوا للهدف، وبالتالي هو الذي ممكن أن يمكنه من تحقيق اللقب، بداعي آخر على أنه لم يحاولوا الضغط على المنافس، تشكيك في يعني إدخال الشك في لاعبي الأهلي من أجل إضافة اللاعب الثاني. يعني على مستوى الاستحواذ كان هادئ، كان بطيء، على مستوى الخلف فقط لم يكن يعني يضر بدفاع فريق الأهلي المصري. ودليل على كلامي، لما سجل على فريق الوداد الهدف ضاع تماما بحكم أن ردة فعله كانت سلبية. وأؤكد على أن الحلول الهجومية بحث عنها من خلال الكرات الطويلة، وهذا ما لم أعتد عليه. حتى الكرات الطويلة ربيع في مصلحة الأهلي، الكرات الطويلة بتلك الطريقة. أنت تعرف لما تلعب الكرات الطويلة بطريقة مباشرة في وسط الدفاع، في محور الدفاع، أسهل شيء للحارس المحور الدفاع. يعني الكرة ما راحتش لا على اليمين ولا على اليسار حتى تصير التوزيع، حتى طويلة مش مشكلة. ولهذا تكلمت على أنه كان عندي إحساس في الشوط الثاني بأنه لاعبي الوداد اكتفوا بأنه تسجيل هدف سوف يمكن من الفوز باللقب، ومن ثم تسجيل هدف التعادل. أعتقد بأنه تفاجأ لاعبو الوداد، ولم يكن هناك فكر هجومي واضح كما كان سواء في الشوط الثاني أمام الأهلي بالقاهرة، أو حتى كذلك سواء في الشوط الأول أو بالشوط الثاني يعني أمام ميلودي سان داونز. ولكي أختم، وما زاد كذلك أنا صراحة من تشنجي، لا أفهم لاعبي فريق الوداد البيضاوي يضيعون الوقت قبل نهاية الشوط الأول في الشوط، خاصة جلال الذودي واللاعب بوهرة في تلك اللقطة التي يأتي بها إلى ركلة الخطأ ويرمي نفسه بدون أن يصاب بدون أي شيء. وبالتالي يجب على هؤلاء اللاعبين أنه القيام بتلك التصرفات في الشوط الأول يزيد من معنويات الخصم، ويقول في ذهنه في نفسه بأنه ممكن لاعبي الوداد على المستوى البدني غير جاهزين أو غير جاهزين لهذه المباراة، وبالتالي يدخلون في الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة. وهذا ما شاهدناه على مستوى لاعبي فريق الأهلي، معنويات كانت مرتفعة، وخاصة الهدوء الذي كان متواجد في الشوط الثاني عكس الشوط الأول اللي كانوا متوترين ومتنرفزين لم يستغلوا فريق الوداد البيضاوي. واضح ربيع. على فكرة أنا كل مرة يزيد احترامي للأستاذ محمد الميغودي وربيع، لأنه عند الهزيمة تقريبا ذكروا أسباب داخلية، أسباب مغربية 100%، لم يذكروا أسباب خارجية والتحكيم ضدنا، بالعكس كانوا واضحين ومشيوا للأسباب اللي تهم الوداد بالأساس.